اسمع يا ابن أبي طالب، لقد اختارت أمتي اسما آخر لي. أنا هو الموت، وأنا هو حبل الإلفة ما بين الأرض والسماء. من ذاك الذي سيقف أمام سيفي ورمحي؟ سمعت خطابك يا حارث. هل من سبيل آخر غير السيف؟ سأخبرك بما هو صلاحك مجددا يا حارث. نحن أقرب إليكم من أهل مكة الذين يغررون بكم من سلالة واحدة، وديننا هو ذاته الذي كان يعتنقه موسى الكليم. واليهود الحقيقيون نسلا بعد نسل كانوا في انتظار ظهور نبينا هذا. نحن معكم لا عليكم. اسمع جيدا ما سأقوله لك، وهو أنني لن أكون لطيفا معك مقدار ذرة. إن كنت رجلا فلتكن لديك القدرة على تحمل سيفي ورمحي، وألا تهرب من أمامي مثل قومك. اهدأ يا حارث، فنحن جيران جيدون في الدين، فلا تتعجل العداوة معنا بهذه السرعة. جرد سيفك يا ابن أبي طالب، جرد سيفك. تقدم إلي يا ابن أبي طالب، هيا تقدم. ومصيبتاه يا حارس، عودوا إلى داخل القلعة، أسرعوا. إلى أين تهربون؟ ابقوا في أماكنكم، لا تهربوا، ابقوا. عودوا وأحضروا الحارس إلى هنا. أنت من قتل أخي الحارث ابن أبي زينب الخيبري؟ منحته الأمان، لكنه أصر على ذلك. قلت له إن أسلمت فأنت منا، وهذا ما أقوله لك. أنا أصبح مسلما؟ أنا أشرب دماء المسلم، أصبح مسلما؟ كل الأديان الإلهية امتداد بعضها لبعض، بعضها ضد بعض. الخط الذي بدأ بآدم ونوح وموسى وعيسى ينتهي وصولا إلى محمد في النهاية. دع الكلام يا علي وتقدم نحو إن كنت فارسا.
خيبر تعرف أنني مرحب مشبول على حب الحديد، والبطل المحارب ذو الباع الطويل. استلوا سيوفكم الحاد من أغمادها، وانظروا كيف أطعن بالرمح وأضرب بالسيف. إن كنت متعطشا لدمائنا فإن إلفة تجمع فيما بيننا. نحن وأنتم على خطي نقيض. طرق الأنبياء كلها واحدة. لا تقل عبثا، فطريق نبينا موسى مختلفة. نبيكم موسى هو نبينا نحن كذلك. إن لكم دينكم ولنا ديننا.